إليك الملخص الرياضي لكرة القدم المصرية ليوم الجمعة الأول من مايو 2026، والذي يشهد أحداثاً ساخنة في صراع الصدارة بدوري نايل. 1. قمة الكرة المصرية، الزمالك في الأهلي. الحدث الأهم اليوم هو مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ضمن الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري المصري. الموعد 8 مساء بتوقيت القاهرة. الملعب استاد القاهرة الدولي. القنوات الناقلة اون تايم سبورتس 1 تعليق أيمن الكاشف، وأون تايم سبورتس ماكس تعليق بلال علام. الأهمية: الزمالك يدخل اللقاء وهو في الصدارة، بينما يسعى الأهلي لتقليص الفارق والعودة للمنافسة بقوة على اللقب. 2. نتائج مباريات اليوم جارية الآن. أقيمت اليوم مواجهتان هامتان في تمام الساعة 5 مساء، وإليك التحديث حتى الدقيقة 89. بيراميدز في إنبي، تقدم بيراميدز بنتيجة من 3-2. سجل مصطفى زيكو هدف بيراميدز الثاني في المباراة. سيراميكا كليوباترا في المصري، تقدم المصري البورسعيدي بنتيجة من 1-0. أخبار المنتخب المصري. إسلام عيس خضع لاعب المنتخب ونادي سيراميكا كليوباترا لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي بألمانيا، وذلك بعد إصابته في ودية مصر وإسبانيا التي أقيمت في مارس الماضي ببرشلونة. متابعة التوأم. حرص حسام وإبراهيم حسن على الاطمئنان على حالة اللاعب، وتكفل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريد بتكاليف العملية. 5. كواليس القمة. غيابات الأهلي. يعاني الفريق من غيابات مؤثرة بالجملة قبل لقاء الليلة، مما يضع ضغطاً كبيراً على الجهاز الفني. غيابات الزمالك. يغيب عن صفوف الفارس الأبيض اللاعب عمر جابر كأبرز الغيابات الدفاعية. محمد الشناوي. تداولت الأنباء تلقي حارس الأهلي خبراً حزيناً شخصياً قبل ساعات من انطلاق اللقاء، وسط دعوات من الجماهير بدعمه.